السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم الدجاج بالتوابل ديال اللحم المجفف أو لا بالتوابل ديال القديد، يعني العطرية ديال القديد. هاد الدجاج هذا كيجي لذيذ بزاف بزاف البنات. ان شاء الله تجربوه وغادي يعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو كمية من الدجاج حسب عدد أفراد الأسرة. بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو ملح، فلفل أسود، وكزبرة ناشفة. غادي نوضع هاد التوابل هادو في واحد الإناء اللي غادي نخلط فيه جميع التوابل. غادي نضيف عليه الكمون، تحميرة أولا البابريكا، والثوم المجفف أولا الثوم العادي. غادي نضيفها على التوابل اللي ذكرت من قبل. غادي نضيف عليها ملعقة كبيرة من الزبدة، ويفضل أن الزبدة تكون بحرارة المطبخ، يعني باش يكون سهل أننا نخلطوا هاد المكونات كلها مع بعض. كنخلط المكونات كلها مزيان لحد ما يعني كتنسجم. بعدها غادي نضيف زعفران حر، وغادي نضيف الزنجبيل الأخضر. في حالة ما يعني تواجد الزنجبيل الأخضر اللي هو سكنجبير طري، غادي نستعملوا الزنجبيل العادي يعني اليابس المطحون. غادي نضيفهم على الباقي ديال العطرية، وغادي نخلط كل شيء المكونات مع بعض لحد ما نحصل على خليط منسجم. بالنسبة للقطع ديال الدجاج كنعمل فيها شرائح، وكنتبل الدجاج مزيان، يعني الشرائح كندخل فيها التتبيلة جيدا، وكنغطي القطع ديال الدجاج كلها بهاد التتبيلة. كما كتلاحظوا كنترك هاد الدجاج كيتشرب في التتبيلة يعني مدة من الزمن، وكل ما بقى يعني فترة طويلة كل ما كان أحسن، ويستحسن أن يكون ليلة كاملة. بعد ما كيرتاح الدجاج وكيتشرب مزيان في التتبيلة اللي عملنا له، كنضعه في واحد الصينية ديال الزاج أو لا صينية ديال الفرن على حسب يعني الموجود عندكم، وكندخلوه كيطيب بحرارة 200 درجة لمدة ديال تقريبا 30 دقيقة. عندنا هنا الدجاج ما كياخدش وقت طويل يعني في الطياب، يعني كيطيب بسرعة. هذا الطبق ديالنا بعد ما خرجناه من الفرن بعد ما دوز تقريبا 30 دقيقة كما قلت لكم، يعني الدجاج ناضج، يعني المرق ديالو ما كنحتاجوش ليه، فقط ان الدجاج يعني كناخدو الدجاج ناشف. كنقدموا الطبق ديالنا مرفق بسلطات، سواء سلطة خضر سواء سلطة أرز أو لا مكرونة، لكم الاختيار. المهم أن هذا الطبق هذا كيجي لذيذ بزاف، وكيتعتبر من الأطباق ديال المناسبات. إن شاء الله أنكم تجربوه، وأنا متأكدة إذا جربته غادي يعجبكم. شكرا لكم البنات، وشكرا على متابعتكم.